تعالوا بقى اوريكم الشنطة دي عملناها ازاي بأقل تكلفة وبشنطة قديمة موجودة عندنا. فكنا شنطة قديمة وابتدينا ان احنا نطلع كل الاكسسوارات اللي فيها. كل الاكسسوارات اللي في الشنطة دي مستخدمينها من شنطة تانية ما بقيناش نستخدمها، وعملنا بيها الشنطة دي من الألف للياء. يلا بينا نبدأ، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. انا عندي شنطة اخدت منها الفكرة واخدت منها المقاسات، عملت منها نفس الشنطة دي بس باللون الاسود، ودي الشنطة اللي احنا عملنا عليها الشغل. الفيديو كامل موجود على قناتي على اليوتيوب، لو حابة تنفذيها خطوة بخطوة هتتبعي الخطوات واحدة واحدة وهتطلع معاكي بكل سهولة. اهم حاجة ان احنا منرميش الاكسسوارات بتاعة الشنط القديمة، حتى لو هنرمي الشنطة نحتفظ بالاكسسوارات اللي موجودة فيها. صدقيني هتيجي في وقت وممكن تفكري تنفذي نفس الفكرة دي وهتنبهري بالنتيجة، وبخطوات بسيطة جدا ممكن تنفذيها. ياريت لو عجبكم الفيديو تتابعوني على قناتي على اليوتيوب وعلى فيسبوك وعلى تيك توك، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. واحب اشوف ابداعاتكم. لو نفذتوا فكره من الافكار اللي انا بنزلها عندي على الصفحه ياريت تبعتولي منها صور او فيديوهات. احب ان انا اشوف الابداعات اللي انتم ممكن تقوموا بيها، او لو انتوا عندكم اي افكار ممكن تشاركوها معانا في الصفحه. بتمنى الفكره تنال اعجابكم، وبتمنى تاخذوا منها حتى ولو حاجات بسيطه وتنفذوها. هسيبكم مع الشنطة ومع التصميم اللي احنا طلعناه، واتمنى تعجبكم الفكرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.